بغيتي زياده في الوزن بسرعه، بغيتي تسمين الجسم والوجه بسرعه، الا كنتي مهتمه بالموضوع بطبيعه الحال تبعي معايا الفيديو من الاول حتى الاخير باش هكا تستافدي مزيان. غير بجوج المكونات فقط لا غير. اهلا غزالاتي، شخباركم؟ اليوم ان شاء الله عندي لكم وصفه اللي زوينه بزاف، وصفه حصريه على قناتي. هاد الوصفه هذه اللي بجوج المكونات فقط لا غير، وهاد الوصفه هذه صالحه للنساء والرجال، للصغار والكبار. بالنسبه للصغار يمكن نعطيهم غير نصف الكميه، ماشي بحال الكبار. الناس اللي ما يقدروش يستعملوا وصفه بحال هذه، الناس اللي عندهم مشكل نتاع الداء السكري ما يستعملوهاش نهائيا. بامكان الرجال قلت لكم يستعملوها، النساء حتى النساء المرضعات والنساء الحوامل حتى هما يمكن لهم يستعملوها. غير نصيحه مني للنساء الحوامل، ما تزيدوش في الوزن بزاف، يعني ممكن تزيدي واحد شي حاجه قليله الا كنتي ضعيفه بزاف او نحيفه بزاف، ما تزيديش بزاف باش ما يكبرلكش الجنين بزاف في البطن ديالك. راكم عارفين هذه المسائل هذه، ويعني كيبقى لكم الاختيار، نتوما تعرفوا اكثر مني. يعني هذه غير نصيحه للنساء الحوامل. قبل ما نشوفوا هاد جوج المكونات، ما نطلب من الغزالات ديالي اللي مازالين جداد معايا ولا كيزوروني لاول مره، ما تنسينيش حبيبه من الدعم ديالك، بركي على الاشتراك او صابوني، وما تنسيش تفعيل الجرس للتشجيع، باش بهذه الطريقه نزيد نجيب لكم المزيد من الوصفات. بطبيعه الحال الا عجبك المحتوى ديال القناه. وبالنسبه للغزالات اللي قدام معايا، مرحبا والف مرحبا، وكنرحب بالجدادات والقدامات بطبيعه الحال. ما تنساونيش حبيبه من لي لايك، من البارطاج، للتشجيع فقط، وباش نزيد نجيب لكم كيف ما قلت لكم المزيد من الوصفات. ندوزو مباشره باش ما نزيدش نطول عليكم، نعطيكم الوصفه ديال اليوم. اول حاجه غادي نقول لكم غادي نستعمل هنايا الحليب، بالنسبه للحليب كامل الدسم. بالنسبه اللي كيسولوني حليب كامل الدسم واش هو ماركه محدده او لا هو نيدو او لا، ما عنده حتى شي علاقه. حليب كامل الدسم كتكون مكتوبه في العلبه، كيتباع في عند اللي كيبيعوا المواد الغذائيه اولا في السوبر مارشي. لان بزاف اللي كيسولوني هذا السؤال هكا، علاش كنقول لكم حليب كامل الدسم؟ لانه فيه سعرات حراريه اكثر من الحليب العادي. الا ما كتوفروش على الحليب كامل الدسم ماشي مشكل، ممكن تستعملوا الحليب العادي اولا الياغورت، يعني كيبقى لكم اختيار يا البنات. غير هو انا قلت لكم الفرق، الحليب العادي حتى هو كيساعد في التسمين، ولكن حليب كامل الدسم فيه سعرات حراريه اكثر من الحليب العادي. هادشي علاش حتى هو كيساعد اكثر بواحد النسبه في الزياده في الوزن. يعني الا كتوفروا عليه من الافضل ديروه هو، ما كتوفروش عليه ممكن ديروا الحليب العادي اولا ديروا الياغورت، يعني كيبقى لكم اختياري انكم ديروا الحليب او الياغورت. بالنسبه للحليب واش سخون او لا بارد، فكيبقى لكم الاختيار ديروه سخون ولا بارد بحال يعني نتوما اللي كتفضلوه. ثاني حاجه اللي غادي نستعملوها وهو الحليب المركز المحلى. نوع عندكم تاع الحليب المركز، يعني ماشي ضروري هاد النوعيه هذه، راه كيكونوا فيها انواع. الحليب المركز المحلى راه كاين اللي كيكون بحال هكايا اللون ديالو ابيض، كاين اللي كيكون طايب كيكون على شكل كراميل. يعني اللي عندكم موجود ممكن تستعملوه، هذا اللي اللون ديالو ابيض اولا الاخر اللي اللون ديالو قهوي اولا بني كيكون على شكل كراميل. المهم يكون حليب محلى. هاد الحليب هذا المحلى كيساعد بزاف في التسمين، في زياده الوزن، كيعمر الجسم والخدود كذلك، كيحتوي على بزاف ديال السعرات الحراريه، يعني كيكون حلو. راكم عارفين حليب محلى، هادشي علاش قلت لكم الناس اللي عندهم مشكل ديال الداء السكري ما يستعملوش نهائيا هاد الوصفه هذه. يعني راه كاينين وصفات في القناه اللي يمكن لهم يستعملوها، سيروا غير لي فيديو نتوما غادي تشوفوا. وبالنسبه اللي كيكون فيهم شي مرض يعانيو من شي مشكل صحي وكيقولوا لي انا مريضه بهذه واش يمكن لي ندير، واش لان انا ميمكنليش نعرف الامراض كاملين شنو يصلح وشنو ما يصلحش. حاجه بسيطه ديروها، اي واحد فيه شي مرض او اللي كيعاني من شي مشكل صحي وبغى يدير شي وصفه، كياخذ المكونات وكيديرهم في الانترنت وكيدير لهم واحد البحث بسيط وكيعطيوه واش مزيانين او لا ما مزيانينش، يعني باش نتفاداو توقعوا في شي مشاكل من بعد. غادي ناخذ هذا الحليب هذا وغادي ندير منه جوج ديال المعالق كبار، غادي نضيفهم هنا في هذا الكاس هذا ديال الماء، وغنضيف المعلقه الثانيه. عندي هنايا المكون الثاني اللي غادي نستعملو وهو حليب المجفف او حليب بودره. ماشي ضروري هاد النوعيه هذه، دائما كنقولها لكم، عندكم هاد النوعيه كتستعملوها، ما عندكمش كديروا النوعيه اللي عندكم في البلد ديالكم. اي نوع عندكم في البلد ديالكم ديال حليب مجفف او حليب بودر غادي تستعملوه، ماشي ضروري هاد النوعيه هذه. حتى الا كان عندكم حليب مجفف ديال الاطفال ممكن ديروه، اي نوع حليب بودره ممكن تستعملوه. بالنسبه لهاد الحليب بودره هذه راه كيساعد في الزياده في الوزن، تسمين الجسم، كيعمر
حتى الخدود، يعني حاجه اللي مزيانه بزاف وكيحتوي على العديد ديال الفيتامينات. المهم البنات اللي بغى يتاكد من هاد المكونات هادو واللي يزيد في البحث عليهم، يعني بامكانكم ديروهم غير في الانترنت وانتم غادي تشوفوا شحال كيزيدوا في التسمين، شحال كيزيدوا في الوزن. المهم غير باش تكونوا متاكدين، وهذا الشيء راه هذا معروف يعني بلا ما نقولها لكم انا على هاد المكونات هادو. غادي نستعمل منه حتى هو 2 ديال المعالق كبار، وغادي نخلط الوصفه يعني باش يذوب داك الحليب المركز المحلى، باش يذوب حتى هو. وكيف ما قلت لكم البنات بامكانكم تستعملوه بالحليب او الياغورت، يعني كيبقى لكم اختياري باش تخلطوا هاد الوصفه هذه. ولا بغيتو تضيفوا على هاد الوصفه هذه مكسرات فبامكانكم، لان كيسولوني واش يضيفوا شي مكسرات. المهم اي نوع نتاع المكسرات بغيتو تضيفوه ممكن تضيفوه، يعني كيبقى لكم اختياري، وهاد الاضافات هذه كتبقى اختياريه. بغيتو تعملوا الوصفه كيف ما هي ممكن، بغيتو ديروا لها اضافات كتبقى لكم اختياريه، يعني كيبقى لكم الاختيار. الوصفه هي هذه ديالي واجده. بالنسبه لطريقه الاستعمال كتاخذوا هذا الشيء هذا 2 د المرات في النهار، ماشي هذه الكميه كتقسم على 2 لا، لان بزاف الاسئله كيجيو بحال هكا. كديروا 2 ديال الكميات في النهار، وحده كتاخذوها من بعد الغداء اولا من بعد الفطور، كيبقى لكم الاختيار، وحده من بعد العشاء في الليل قبل ما تنعسوا عاد كتاخذوا الكميه الثانيه. يعني كديروا 2 المرات في النهار من هادو، كتوجدوا منهم 2، لان بزاف اللي كيجيو يقول لك واش هذه كتقسم ولا. كداوموا عليه حتى ان شاء الله كتوصلوا للوزن اللي بغيتوه. ان شاء الله في اسبوع كيبان لكم الفرق. دائما كنقول لكم كيبان لكم الفرق، لان دائما على حساب كل وحده شحال باغا تزيد كل وحده ونسبه النحافه اللي عندها. يمكن لكم توزنوا راسكم قبل وعاودوا وزنوا راسكم باش كيتلاحظوا داك الفرق. ولا وصلتوا في داك الاسبوع للنتيجه اللي بغيتوها صافي كتوليو تحبسوا تدريجيا. ما وصلتوش كدوموه ان شاء الله حتى كتوصلوا للنتيجه النهائيه. راه كل وحده وشحال كدوز ديال الوقت، كاين اللي اسبوع، كاين اللي 2 الاسابيع، كاين شهر، كاين اكثر، كل واحد وشنو يعني كل وحده قلت لكم على حسب النحافه ديالها. يعني المداومه كتختلف على حسب كل وحده والاخرى، وحتى النتيجه كذلك كتختلف على حسب كل وحده والاخرى. لحقاش كاع اللي كيسولوا على النتيجه النهائيه فانا ما كنقولكش النتيجه النهائيه فوقاش توصلي لها، لان نكونوا واقعيين. كل وحده وشحال باغا تزيد في الوزن، كل وحده والجسم ديالها كيف كيستجيب لهاد المكونات هادو. اللي نقول لكم البنات كونوا متاكدين انكم الا داومتوا على هاد الوصفه هذه راه ان شاء الله غتزيدوا في الوزن. خذوها من عندي بالتاكيد. راه قلت لكم ديروا بحث بسيط على هاد المكونات في الانترنت وهانتم غادي تشوفوا انهم كيزيدوا في الوزن. وما تنساوش بطبيعه الحال اللي جربات هاد الوصفه هذه ترجع لي التعاليق تقول لي كيف جات الوصفه ديال اليوم. كيف ما سبقوا بنات اخرين وجاو داروا وصفات الحمد لله نفعوهم، وكيرجعوا ليا القناه وكيقولوا لي على انهم استفدوا من الوصفات. فانتم كنتمنى انكم لا استفدتوا منهم بطبيعه الحال رجعوا قولوا لي كيف جاتكم الوصفه باش هكا واحد اخرين يستافدوا. ما تبخلوش عليا البنات بلي لايك ديالكم، بالبارطاج، بالتعاليق الزوينه ديالكم. واللي مازال جديده معايا غير زعما حبيبه وبركي على صابوني ان شاء الله كاع الوصفات اللي تبغيها تلقيها معنا هنا في القناه. ما سخيتش بكم الغزالات، غنخليكم دابا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله في شي وصفه من وصفاتي الطبيعيه. سلامه.